الأهلي بالأربعة يجدد آماله، والزمالك خلص على كل آماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نبدأ بمباراة الأهلي بفوز النهاردة برباعية نظيفة على قطن الكاميروني في الكاميرون. مباراة تجديد الآمال في انتظار هدية صن داونز إن شاء الله بكرة قدام قدام الهلال السوداني في السودان، المباراة اللي هتقام الساعة 3 إن شاء الله. الأهلي ينتظر هدية صن داونز بالتعادل أو الفوز لكي يقرب آماله من الصعود إن شاء الله لدور الثمانية. والاهلي النهارده يا جماعه كولر عمل حاجه عجبتني، طريقه امشي صح يحتال عدوك فيك. كولر 4-2-3-1 الخطه التقليديه. الخطأ الوحيد اللي انا ما مش يعني مش هبقى متفق فيه مع كولر في التشكيله النهارده هي بدايته برامي ربيعه. غير كده كان شايف عمل كل حاجه صح. يعني بدايه المدافعين ما فيش خلاف على محمد هاني وعلي معلول باكات. حراسه المرمى كان لازم يدي محمد الشناوي، لان انا شايف لو ما كانش بدا بيه يبقى انت بتخلص عليه. فانا كان شايف لازم كان يبدا بمحمد الشناوي. قلب الدفاع كان شايف بس مكان رامي ربيعه كان يبدا اما خالد عبد الفتاح بالنسبه لي او حمدي فتحي. حمدي فتحي يلعب قلب دفاع هيبقى احسن من رامي ربيعه، ده بس خلاف. لكن بقى محمد عبد المنعم الحاجه الكويسه برضو اللي عملها اللي هم الاثنين نص الدفاع. يعني انا متفق معاه تماما انه يبدا بمروان عطيه مركز 6 حاليا. رغم انا كنت من اكتر الناس اللي معترضه على صفقه مروان عطيه، لكن بامانه اللاعب يوم بعد التاني بيثبت من الصفقات الرابحه للنادي الاهلي. كان من افضل اللاعيبه في مباراه النهارده. يعني مروان عطيه في مركز 6 حاليا وافضل لاعب يلعب مركز 6 في النادي الاهلي. لعب معاه لاعب كورته هجوميه اللي هو مين، عمرو السوليه. فبقول لكم احسن من احسن الثنائيات اللي هتبقى في نص الدفاع ان شاء الله في الفتره اللي جايه، هتبقى الثنائيه زي ثنائيه مروان وعمرو السوليه. انا مش متفق مع ثنائيه مروان وحمدي ولا مروان واليو ديانج. هي مروان تمشي مع مروان وعمرو السوليه، حمدي فتحي وعمرو السوليه. حمدي فتحي واليو ديانج ممكن برضو يلعبها احيانا، بس اليو ديانج يا جماعه مش عارف لا هو اللي هو مركز 6 افضل 6 ولا هو اللي افضل 8. يعني مش يعني انت صنفت اللعيبه في بتوع نص الدفاع اللي هو مثلا حمدي فتحي وعمرو السوليه واليو ديانج ومروان عطيه. لو قلت لك مين افضل لاعب مركز 6 فيهم، رقم واحد بالنسبه لي حاليا هو مروان عطيه، رقم اتنين حمدي فتحي، رقم ثلاثة هيبقى اليو ديانج، رقم أربعة عمرو السولية. لو صنفت مركز 6. طب انت لو صنفت مركز 8 هيبقى رقم واحد عمرو السولية بالنسبة لي. رقم اتنين انا رأيي اليو دانج افضل من حمدي فتحي لو لعب، لانه لاعب اللي هو لعب مركز 8. رقم ثلاثة هيبقى ممكن نقول حمدي فتحي، رقم أربعة مروان عطية. فانا شايف ان اليو دانج اللي هو يعني هو لاعب جيد جدا معلوش خلاف، لكن بقول لكم اللي هو افضل لاعب في الستة ولا هو افضل لاعب في مركز 8. يعني بقول لك رغم انه الخامة من افضل اللاعبين في نص الدفاع في الدوري المصري بصفة عامة، لكن بقول لكم يعني لاعب محير. لان مركز 6 يا جماعه بتبقى رقم واحد في قطع الكور، رقم اتنين اللي هو التحرك ما بين قلب اللعيبه قلب الدفاع. في كور كده بتحتاج تخش ما بين اللاعبين قلب الدفاع، ودي في مروان وحمدي فتحي كويسه جدا عن عمرو السوليه واليو ديانج. فبقول لكم النهارده كولر عمل حاجه كويسه جدا انه بدا مروان عطيه مركز 6 ولعب قدامه لاعب كورته هجوميه اللي هو ما فيش اللي هو افضل الاربعه اللي هو عمرو السوليه. لعب مركز 10 محمد مجدي قفشه، ومحمد مجدي قفشه من احمد القندوسي مش هتفرق كتير. لاعب جناح ايمن بيرسي تاو اللي حاليا في افضل فتراته من ساعه ما جه النادي الاهلي. والجناح الايسر لعب كابتن احمد عبد القادر اللي كان ما شاء الله النهارده كان بيفوت من اي حد بيقف قدامه. وراس الحربه كهربا صاحب الهاتريك النهارده، اللي بامانه يوم بعد التاني بيحرج الاداره. وفي حته العقوبه ان لازم الاهلي، انا شايف من وجهه نظر الخطيب لازم يخلص الموضوع ده ومجلس الاداره. وانا رايي ان الموضوع ده خلصان، لان يا جماعه الموضوع لو ما كانش خلص من زمان كهربا كنتش هتشوفوه بالمستوى ده. اللاعب تحس ان هو مستريح كل ما المباراه بينزل بيسجل هاتريك. تحس ان اللاعب يعني مش متوتر ولا بتاع، مش اللاعب اللي بتفكيره وطالع بره عن عن المباريات. انا حاسس يعني ان شاء الله نفس الموضوع ده بتاع كهربا ده مع الزمالك يخلص بقى، عشان يفضل الكوره ما نتكلمش في مشكله كهربا الايقاف مصيره ايه. عايزين نخلص يا جماعه ويبقى الكلام كله في الكوره بس، ما نتكلمش في اي حاجه تانية بره عن الكوره. فبقول لكم تشكيله الكوره النهارده احلى ما فيها انه ماشي. قلت لكم مبدا امشي صح يحتار عدوك فيك. لعب خطه صح، لعب افضل اتنين ممكن تلعبهم في نص الدفاع مع بعض اللي هو قلت لكم مروان عطيه مع عمرو السوليه. الحاجه اللي قلت لكم الخلاف الوحيد بالنسبه لي انا هو بدايه رامي ربيعه. ده بالنسبه لي كان حمدي فتحي او خالد فتحي افضل، لكن لان يا جماعه القطن الكاميروني ما عندوش اداء هجومي. فريق بقول لكم من 5 مباريات 5 هزائم، فكانش فيه خطوره على النادي الاهلي. فانت هتلعب برامي تلعب باي حد كان يعني كان عادي مباراه زي دي كانت تعدي. لكن بقول لكم بس بصفه عامه رامي ربيعه انه يبدا، انا مش مع ان رامي ربيعه يبدا مع النادي الاهلي تمام ولا ليه دور في الفتره اللي جايه. وانا شايف ان هو المفروض يبقى اخر موسم ليه ده مع النادي الاهلي.
فبقول لكم البدايه كانت تشكيله صح. الاهلي نزل لاعب كره على الارض، الكره سريعه لمسه وباص، لقينا الجون في الثاني كهربا ما شاء. اول كره هدف الاولاني اللي حرزوه عن طريق كهربا بعد عرضيه من محمد مجدي قفشه. في ناس بتقول مش قاصدها، بس انا رايي ان هو قاصدها، بالنسبه لي ان هو قاصدها، يعني لعبها عرضيه. يعني الكره الكره كانت بدات من عبد القادر، لعبها سرور محمد مجدي قفشه، عرضيه الكهربا، احرز الهدف الاول. الهدف الثاني عرضيه ولا اجمل من بيرسي تاو. وبامانه بيرسي تاو يوم بعد التاني بيثبت انه يعني لاعب موهوب. وده ما كانش عليه خلاف يا جماعه من الاول، لكن خلافنا كله على بيرسي تاو كانت اصاباته المتكرره. لكن كموهبه ما عليهاش خلاف، وإن حاليا من احسن فتراته مع النادي الاهلي. بامانه عمل عرضيه جامده برده، الكورة التالت الكهرباء احرز الهدف الثاني، خلص المباراه بدري بدري النادي الاهلي النهارده، قلت ريح نفسه. ونزل الشوط الثاني برده مع بدايته كرة طويلة من عمرو السولية، بيرسي تاو لعبها ولا اجمل لكهربا، لعبها في البعيده. بقول لك النهارده الكوره كانت متاعه كهربا، وده لازم النهارده كان افضل لاعب في المباراه بدون نقاش. لكن خلي هاتريك في الكاميرون، هاتريك في كوت الكاميرون، في المباراه كانت في الكاميرون كهربا النهارده. والهدف الرابع كان بيرسي تاو هديه لمستواه الرائع في فتره خامه النادي الاهلي، ربنا هداه الهدف الرابع ده. والمباراه خلصت بدري بدري. لا برضه خلاف التاني مع كولر بقى اللي هقول لكم عليه، اللي هو تغييراته. خلاف وتغييره وحيده برضه يا جماعه هيبقى مختلف فيها مع كولر النهارده، لان خروج عمرو السولية ونزول حمدي فتحي. انا شايف لو انت خرجت عمرو السولية كان الافضل ان هو ينزل احمد القندوسي مكانه، خصوصا المباراه كانت معاه كان ساعتها 4-0. يعني هو اول تغيير عمله كان عادل لطفي ما بين الشوطين، كانت نتيجه 2-0. وده حارس بحارس كان بيقولوا تقريبا الشناوي جاله شد. وحتى لما جاله الشد كنت شايف مع التغيير عادي مفيش مشكله يا جماعه، لان الشناوي الفتره الاخيره مش في مستواه، لكن كان لازم يبدا ان انت ما تخلصش عليه. يعني حتى لو قطع الشوط الثاني مش عشان اصابه، مش متفق مع التغيير عادي. لكن خلافي بقى مع كولر انه بعد ما جاب 4-0 وبيعمل التغييرات، طبعا ثلاث تغييرات مع بعض. طلع كهربا ونزل محمد شريف، وكهربا كان ماسك رجله في التغييره زي وكان احرز هاتك، فالتغيير زي ده انا عادي ما فعلاش خلاف. التغييره الثانيه اللي انا بطالب بقى من اول الدوري ما بدا، ان اي مباراه كولر الاهلي يضمنها لازم اول تغيير تبقى علي معلول. ده فطلع علي معلول، نزل احمد نبيل كوكا، ودي متفق معاه 100% فيه. الخلاف بقى اللي معاك ان هو يطلع عمرو السوليه وينزل حمدي فتحي. لا عايز تطلع عمرو السوليه، كان بالنسبه لي افضل وقت انت تنزل القندوسي. مباراه خلصانه 4-0، ده لاعب لسه عايز يا جماعه ياخد فرصه. مباراه كانت 4-0 كانت اديته مباراه زي النهارده كانت، وخاصه ان هو كورته هجوميه عن حمدي فتحي. فدي خلاف الوحيد مع كولر النهارده في التغييرات. يبقى خلافين النهارده، نقط خلافي مع كولر اتنين. بدايته بعمل رامي ربيعه ده اول حاجه، تغيير حمدي فتحي على حساب عمرو السوليه. مباراه 4-0 مش محتاجه ان انت تامن، انت مش خايف ان هو هيرجع بالنتيجه، يعني من 4-0 مش هيتعادل معاك لانه مش موجود في الملعب. فكان مفيش داعي انت كنت تنزل حمدي فتحي في بدل عمرو السوليه في مباراه زي دي، خصوصا ان المباراه كانت سهله على الاهلي. فانا شايف كانت الافضل احمد القندوسي، افضل كان ينزل افضل من حمدي فتحي، خصوصا هو اللي عايز مباريات لسه يا جماعه، لعيب جديد ومحتاج ينسجم مع النادي الاهلي، فكانت دي فرصه ليه النهارده. وفي نهايه المباراه بقى نزل حسين الشحات على حساب بيرسي تاو، دي برده مش هتفرق كتير، لاعب مركز بمركز، تغييره طبيعيه يعني معلش، يعني مش هنختلف فيها دي. يا بس الاختلاف اللي هو قلت لكم زي حمدي فتحي على حساب عمرو السوليه. لكن النهارده كولر بامانه يعني ماشي مبدا تاني، امشي الصح يحتار عدوك فيه. تغيير طريقه لعب صح تناسب الفريق اللي انت هتلعبه. ده قطن الكاميرون الفريق الاخير على في المجموعه، فريق من 5 مباريات ب5 هزائم. فكانت بدايه تشكيله صح، اللعيبه بتلعب من لمسه واحده. طلعت لعبه اللي ما كانتش فايقه اللي هو حمدي فتحي ووليد يونج حاليا في اقل مستوياتهم. نزلت دويتو جديد اللي هو مروان وعمرو السوليه، اتنين كانوا فريش. اخو احمد عبد القادر ما كانش بادئ مباراه سان داونز، ما بقول لكم كان، وكهربا برده ما كانش بادئ مباراه سان داونز. فانت عملت فريش يعني غيرت لعيبه كتير في التشكيل، غيرت كتير في التشكيله، خصوصا بعد خساره بخماسيه. فبقول لكم النهارده كولر بامانه انا اديله 7/10 عشان بس بالنسبه لي انا يعني، عشان اللي هي بدايته برامي ربيعه، والحاجه الثانيه اللي هو تغيير تعامل السله ونزول حمدي فتحي، خصوصا كانت النتيجه ساعتها 4-0. لكن مبروك للنادي الاهلي، وبقى في هديه يا جماعه سان داونز بكره للنادي الاهلي بتعادل او فوز. وانا بالنسبه لي يا جماعه توقعات مباراه سان داونز مع الهلال بكره 50-50، 50 فوز الهلال و50 التانية بقى ما بين تعادل او فوز الصن داونز في السودان. المباراة هتبقى الساعة 3، اللي حابب يعني يبقى يتابعها ان شاء الله. فبقول لكم الاهلي كده اولا كويس ان هو عمل اللي عليه، انت هتفوز على القطن في الكاميرون، وهنشوفه بقى ربنا اللي يريده بقى القطن صن داونز يعملها ويتعادل او يفوز. هقول لكم بنسبة 99% الاهلي هيبقى في دور الثمانية. خسر بقى صن داونز خلاص كده رسميا الاهلي هيحصل الزمالك ويبقى خارج بطولة افريقيا. ودي بقى مش عارف بقى ساعتها الاهلي هيبقى قراره ايه اتجاه مارسيل كولر، لو بكره سان داونز خسر والاهلي طلع من افريقيا.
ما بقى مش عارف بقى الاهلي هيبقى ساعتها موقفه ايه مع مارسيل كولر. لكن ان شاء الله سان داونز يعملها ويتعادل او يكسب، ونطلع من الاهلي ندخل على الزمالك اللي خلص على اماله بدري وما انتظرش هدايا الترجي. لو كان يتعادل يعني كان هيبقى منتظر هدايا الترجي في الجوله الاخيره. خسر النهارده من الشباب بلوزداد 2-0. وده بقول لكم بنسبه 99% لم يكن 100%. خلاص رحيل فيريرا كده عن الزمالك، لان خلاص الدوري راح، افريقيا طلع خرج منه خلاص كده رسمي بالخساره. الدوري رايح مخلصه بدري. فبقول لكم انا شايف بالنسبه لي مفيش داعي ان فيريرا يستمر. انا شايف الزمالك لازم يغير المدرب، يجيب مدرب جديد. كده كل البطولات راحت، مدرب جديد بقى يشوف اللعيبه على الطبيعه في مباريات الدور الثاني عشان يحدد صفقاته الموسم الجديد. فانا شايف الزمالك لو في نيته يتعاقد مع مدرب لازم يجيبه في الوقت الحالي. ده مفيش بطوله خايف عليها، خلاص الدوري خلصان وافريقيا طلعت منها رسم. فانا لازم الزمالك يغير المدرب فيريرا ده، لازم وحاجه ضروريه بالنسبه لي. سابوا فيريرا يبقى ده من اكتر القرارات الغلط وما اكثرها في نادي الزمالك. رغم بالمناسبه ان بدايته للتشكيله النهارده بالنسبه لي يعني بالنسبه للسكواد الموجود في الزمالك التشكيله كانت طبيعيه وكويسه مش وحش. لكن بقول لكم الزمالك يا جماعه لعيبته وحشين جدا، اذا كان خصوصا لعيبه نص الدفاع، اذا كان دونجا ده ولا اشرف روعه، والله اتنين لا يصلحوا في اللعب في يعني في انديه الدوري، مش هقول لكم حتى في الانديه الكبيره. دونجا ده فاضي خالص، اشرف روعه ما فيش كوره نهائي، ما بتحسش بوجودهم في الملعب ولا لهم اي دور. فبقول لكم الزمالك اول حاجه محتاجها يا جماعه تغيير مدرب. ليه؟ عشان يشوف اللعيبه اللي هتصلح انها تستمر في السنه الجايه ويختار صفقات. فلازم واجب على اداره الزمالك انها تفكر في المدرب الجديد، ويبقى خلال ايام يعلنوا عنه ويبقى رحيل فيريرا ده رسمي. ما فيش حاجه في مباراه الزمالك نتكلم عليها، لان الزمالك هو زي عادته من اول مباراه الدوري نفس الخطط نفس التشكيله نفس الاخطاء في التغيير. انهي بقى يا جماعه النهارده كان في قرعه دوري ابطال اوروبا، افضل بطولات العالم بالنسبه، وافضل لا دوري بطوله الشامبيونز ليج الدوري الابطال الاوروبي. القرعه النهارده كانت قرعه دور الثمانيه واسفرت عن 4 مواجهات ناريه. اول مباراه بالنسبه لي اقواهم اللي هي مباراه مانشستر مع البايرن. وحابب انا اقول توقعاتي يا جماعه. يعني مانشستر مع البايرن انا توقعاتي اقول لكم الاول 4 مباريات. مانشستر سيتي وقع قدام البايرن، ريال مدريد مع تشيلسي، نابولي مع اس ميلان، انتر ميلان مع بنفيكا. عن التوقعات ريال مدريد وتشيلسي بقول لكم بنسبه يعني الاغلبيه انا اتجه انا ريال مدريد هيعدي تشيلسي. مانشستر سيتي البايرن دي بقى افضل المباريات بالنسبه له واقواها. وانا يا جماعه بمناسبه القرعه ده قبل ما اقول اكمل في التوقعات، انا من الناس اللي بتقول بنسبه يعني ورايي اللي انا ارجحه ان القرعه في اوروبا دي موجهه. يعني قرعه دوري ابطال اوروبا دي بتبقى موجهه، ما بتجيش مش قرعه ولا بتاع. ده كل سنه ريال مدريد تقريبا ده ثالث سنه على التوالي ريال مدريد يقع قدام تشيلسي. كل سنه برشلونه بيقع قدام البايرن سنويا بقى حاجه ثابته، برشلونه مع البايرن. كل سنه الريال يقع قدام تشيلسي. ثالث سنه على التوالي في دوري الاقصائي ريال مدريد وقع قدام تشيلسي. ما بقول لكم انا رايي ان القرعه في اوروبا دي موجهه، ما بتبقاش ما بتبقاش كده اللي هي ما بتجيش، فما فيهاش نزاهه. بالنسبه لي انا ده رايي. في الريال مدريد مع تشيلسي بقول لكم الريال هيعدي. مانشستر سيتي مع البايرن ده انا ارجح بالنسبه لي مانشستر سيتي، هي صعبه بقول لكم هي 50-50، بس انا بالنسبه لي اميل لجوارديولا ومانشستر سيتي. نابولي مع ميلان انا برضو ارجح نابولي مع سباليت اللي عامل اداء ولا اروع السنه دي واقترب بنسبه 90% من الدوري الايطالي. ارجح ان شاء الله نابولي لان بيلعبوا كوره جميله السنه دي وفي التوب فورم وعاملين شغل كبير مع سباليت. فبرجح نابولي الايطالي يعدي الاس ميلان. انتر ميلان وبنفيكا برجح انتر ميلان بنسبه كبيره. فما بقول لكم يبقى كده التوقعات ريال مدريد يعدي تشيلسي، مانشستر سيتي هيعدي البايرن، نابولي هيعدي ميلان، انتر ميلان هيعدي بنفيكا. ومع بطولة دوري أبطال أوروبا البطولة الأعظم في كرة القدم أكون نهاية حلقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.